السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم خواتاتي، كنتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية. اقتراح اليوم ان شاء الله غيكون فكرة غداء او عشاء للضيوف. انا غنديرها كفكرة عشاء، حيت جاية ان شاء الله عندي خالتي وخالي من المغرب غيوصلوا حتى العشية وغنوجدها يعني العشاء. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذا الفيديو وتبقاو ان شاء الله لاخر الفيديو لمشاهدته وفرجة ممتعة. اول شيء ان شاء الله غنبدا به هو غناخد اللحم نشرملو. شحال ما بقى مشرمل كيجي ألد، يمكن لكم تشرملوه ليله كامله يوم قبل باش كيجي ألد، ولا على الاقل ساعتين. عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ونصف ديال اللحم، عندي 3 فصوص من الثوم، ملعقه صغيره ديال السمن الحار. انا وجدته معكم، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. كيجي روعه روعه، كيستحق التجربه هذا السمن. عندي هنايا المروزيه ديال اللحم، عندي ابزار اي فلفل اسود، عندي الكركم اي الخرقوم البلدي، وعندي الزنجبيل اي سكنجبير، وعندي القرفه. يمكن لكم تضيفوا هذيك البودره، انا كنستعمل احسن في اللحمه ديك ديال الاعواد. وعندي هاد الضمه ديال الزعفران شعره. اللي عندها زعفران شعره تضيفوا احسن كيجي فيه، ولكن انا ما متوفرش عندي للاسف. غنضيف غير هذيك الضمه ديال الزعفران شعره. كناخدو اللحم غنتبلو ان شاء الله. كناخد الكركم اي الخرقوم البلدي، غنضيف قليل من الابزار اي الفلفل الاسود، غنضيف الزنجبيل اي سكنجبير، وغنضيف مقدار ملعقه صغيره نصف ديالها ديال المروزيه ديال اللحم. اللي ما متوفراش عندها بلاش ما تضيفهاش. انايا كسفتوها لي حيت هنايا في اوروبا ما متواجداش نهائيا. انا كسفتوها لي خواتاتي من المغرب. انا كنت وريت لكم يعني حطيت لكم المشتريات اللي كسفتوا لي خواتاتي من المغرب، الحوايج اللي كسفتوا لي باش تاخذوا فكره. اللي بغى يشوف الفيديو، بزاف د الحاجات ما متوفرينش مننا، لازم نجيبوهم من المغرب. كنضيف الفصوص ديال الثوم، غنضيف 2 وواحد الاخر غنضيفو لاحقا مع المرق. هاد اللحم بهاد الطريقه كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. غناخد شويه ديال الماء عادي باش ندير فيه لاحقا ان شاء الله. اولا غنضيف هاد الضمه، اللي ما متوفراش عندها الضمه شعره ولا زعفران شعره ما تضيفوش هذاك الملون احسن. زيدوا شويه ديال الكركم، حتى هو كياخد اللون، يعني كيدي ليه اللون احسن من هذاك الملون الاصطناعي. دابا ان شاء الله غناخد شويه ديال الماء باش نمزج هاد العناصر، حيت ما غنضيفش الزيت لاحقا عاد غنضيفها. غير شويه هكا وكنخلطو به باش نخلطو جميع، يعني اللحم ياخد التتبيله. غنضيف شويه د الملح، نسيتها. هاد الملح راه شحال ما ضفتو راه ما يعني ما كديرش بحال ما درتي والو. كاع هاد الملح الرقيق هكاك ما كنحسوش به نهائيا. غنمزج مزيان، ندخل يعني التوابل في اللحم. دابا تبلته كامل. غناخد بلاستيك غذائي وغنخليه واحد 2 سوايع. انا مازال عندي الوقت، نوجدو هكا يعني اللي ما عندهاش الوقت وجدو في الصباح بكري شويه وتخليه واحد 2 سوايع احسن باش كيجي ألد. ما مرات 2 سوايع. دابا ان شاء الله غنمرو باش نطيبوه. عندي هنايا مزيج بين القزبر والبقدونس، وعندي هنا مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائده، وعندي 4 حبات من البصل كبار اللي قطعتهم قطع صغار.
والتوابل اللي استعملت يعني قبل غنزيد شويه منهم مع عود ديال القرفه. كناخد طنجره الضغط، غنضيف ليها اللحم. ما غنضيفش الزيت دابا، الزيت كنخليها لاحقا، عاد كنضيفها حتى كيكون يعني شويه طاب شويه اللحم عاد كنزيدها. كنطيبو دابا غير في الماء، كيجي لذيذ بزاف رائع، كيجي بحال اللحم ديال الاعراس. غنضيف حتى داكشي اللي بقى ديال القامه ديال اللحم. غنضيف البصل، غنضيف القزبر والبقدونس، غنضيف هاد العود ديال القرفه، ولا ضيفوا 3 د الاعواد يكونوا صغار، انا عندي هذا كبير، يمكن لكم تضيفوا حتى البودره. وغنضيف هاد الفص ديال الثوم اللي كان باقي لي. غنضيف ملعقه ديال السمن البلدي او السمن الحار. اللي ما متوفرش عندها السمن البلدي او الحار، يمكن لكم تضيفوا ملعقه صغيره ديال الزبده ديال الاكل، زبده عاديه. غنضيف الملح، نزيد شويه، والزيت غنخليها من بعد ان شاء الله وغنضيفها فوق البوطه. غنضيفوا الماء، 1 لتر ديال الماء عادي من الروبيني. غنمزج الكل غير شويه هكا. انا ما زدتليهاش العطريه، يمكن لكم تزيدوا، انا لقيت داكشي كافي حيت ضفت كميه يعني لا باس فيها في الاول. ومن بعد سديت على الكوكوط خليتها 21 دقيقه، من بعد ما يعني تصفرات لينا الصفاره حليت دابا عليها. غنضيف ان شاء الله مزيج بين زيت المائده وزيت الزيتون، وغنولي ان شاء الله مره اخرى غنسد على الكوكوط حتى طيب لينا ان شاء الله، حتى يطيب لينا اللحم ونمروا نوجدوا ان شاء الله البرقوق. بالنسبه للتعسال ديال البرقوق، عندي هنايا 300 غرام ديال البرقوق من بعد ما خليته 1 ساعه كيرقد في الماء. وعندي هنايا السكر، وعندي القرفه اعواد، يمكنكم تعويضوها بالقرفه بودره. كناخذ واحد الكاسرول ندير فيه الماء، غنضيف ليه البرقوق والقرفه. ضروري ما تخليوها 1 ساعه على الاقل في الماء يعني باش يتنفخ. دابا ان شاء الله غنخليه فوق البوطه، نديروه فوق البوطه. غنخليه حتى يغلي ان شاء الله، عاد نكملوا المراحل دي. دابا بدا كيغلي والماء بدا كينقص، غنضيفو ان شاء الله السكر، وغنضيفو ماء الزهر. عندي هنايا هاد السكر، يمكنكم تعويضوه بسكر حبيبات او هذاك السكر ديال القالب ديال المغرب، هذاك السكر رائع كيعجبني بزاف. غنضيف 1 الملعقه عامره ديال ماء الزهر، وغنخليه على نار مهيله حتى كيبدا يعني كيتنفخ. دابا اصلا راه بدا كيتنفخ، واللحم ما باقي ليه والو، يعني غير يشرب شويه المرق ديالو. خليته على نار مهيله. دابا ان شاء الله غنضيف 1 الملعقه صغيره ديال الزبده، ونمروا ان شاء الله نوجدوا واحد السلطه. انا عندي هنايا ابلي او القمح
كيجي رائع، كيعجبني هذا احسن من الارز اصلا، هذا كيكون يعني صحي بزاف. ضفت ليه الكورنيشو وعندي التون وعندي المايونيز. غنضيف الميز او الذره المعلبه اللي صفيتها من الماء وغسلتها. غنضيف التون، انا عندي هنايا علبه كبيره، يمكن لكم على حسب تضيفوا علبه صغيره ولا جوج صغار. غنضيف المايونيز، غنمزج الكل وغنخليها جانبا. التزيين كيبقى على حساب المتوفر عندكم. انا غنضيف ليها شويه كل حاجه، شويه من الخس، شويه من الجزر والبطاطس، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. بغيت نشارك معكم الفرحه ديال الاولاد ديالي، هما كيحلوا الهديه ديالهم اللي جابت ليهم خالتي من المغرب. هما اللي اختاروها، كانت مازال في المغرب وهي درت لهم الكاميرا، قالت لهم شنو بغيتو نجيب لكم معايا منين نجي. وهما راه عارفين الاولاد شنو كيختاروا، كيبغيو غير الالعاب، ما عندهمش يعني شي حاجه يقولوا جيبي لي اللباس ولا شي حاجه، كيبغيو هما غير هادشي الالعاب صافي، يعني هذاك الشيء اللي عندهم في العقل ديالهم. وبنتي اختارت هاد المونيكا ديال ألسا، ديال ملكة الثلج. عزيزة عليها هاد الملكة بزاف بزاف. كتحماق على هاد فروزن. ولدي الصغير غير كيحادي فيها ما حملهاش صراحة، ما حملهاش نهائيا. كيقول لها صافي راه هزت لي البلاصة ديالي عند منار، حيت منار عزيزة عليه بزاف، كدير ليه الخاطر لولدي الصغير. ودابا قال ليها صافي راه خدات لي المناض ديالي، غير كيضرب فيها، هز عندها حتى الصنداله كيضرب فيها. هذه هي الملكه ديالها. كدير شي صوت كتغني. ولدي اختار هاد الموتور ديال سبايدر مان، كيتمشى بوحدو، كيطلع هكا وكيتمشى. هذا هو الشكل النهائي ديال اللحم بالبرقوق واللوز، بعد ما زينته شويه هكا بالسمسم اي الزنجلان. كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف بحال اللحم اللي كيوجدوا في الاعراس، كيجي فتي. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، كيجي روعه روعه. ووجدت معاه السلطه، انا غنوريها لكم، اما التحليه ان شاء الله فغنوجدها ان شاء الله في فيديو اخر. اما السلطه فزينتها بهذه الطريقه، يعني تزيين بسيط، كتجي لذيذه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. انتظروني ان شاء الله في فيديو اخر من فيديوهاتي البسيطه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.